السلام عليكم، واش راكم الحباب؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير واموركم هانيه. في الفيديو تاع نهار اليوم راح نديرلكم البسبوسه الجزائريه 100%. البسبوسه هذه وصفتها مضبوطه ومقادير جد مضبوطين. انتم واش ديروا البنات؟ تبعوني برك خطوه بخطوه. واش فيها 5 بيضات كما راكم تشوفوا معنا في الفيديو. 5 بيضات. عندنا تاني كاس سكر عادي هكا كما تشوفوا مملوء. عندنا تاني كاس زيت، راهم كامل نفس الكاس، فهمتوا البنات؟ يعني نفس المقدار. عندنا تاني كاس حليب كما راكم تشوفوا. وتاني واش عندنا السميد متوسط، هادون 2 كيسان ونص كما راكم تشوفوا. 2 كيسان ونص سميد متوسط. عندنا 2 معالق فرينة. وعندنا ملعقة صغيرة فاني. وعندنا مكسرات شوية ماشي بزاف، كاوكاو واللوز مطحونين هكا مع بعضاهم، ماشي قبرة البنات. و2 خميرة الحلوى. الوصفة هذه تبعيها خطوة بخطوة تنجح. ودوكا واش راح نديرو؟ راح نبداو نكسرو هادو البيضات. حبيت نقول البنات اللي دخلوا عندنا في القناة جدد، يعني ماشي بنات، راهم مخلطة، يعني رجال وبنات. نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناة وشرفتوها بحضوركم الراقي. ان شاء الله قناتي هذه تعجبكم، تلقاو فيها امور هكا تناسبكم، يعني تكون ان شاء الله فيها فايدة. هذا واش راني حابة تكون فيها فايدة ليكم نتوما. وش نقول لكم حاجه اللي دوزيام هكا باه نقولها لكم. قناتي ما راهيش غير تاع طبخ وخلاص، قناتي راها متنوعه، وان شاء الله تلقاو هكا امور هايله واللي تعجبكم. كيما راكم تشوفوا البنات، انا هنا راني كسرت هادون 5 بيضات وراني نخلط فيهم كيما راكم تشوفوا. وش نقول لكم، ان شاء الله تستفادوا، هذا الشيء المهم اللي نحب عليه صراحه. دوكا راح نرمي عليه كاس زيت. المرحلة هذه هي يعني في البداية، يعني كي نبداو نخدموا البسبوسة نديرو السوائل، يعني نديرو السحاوة هكا، نديرو امور سائلة، ومن بعدها نروحوا الامور الجافة. ودوكا حندير كاس حليب كما شفتوا. درت البيض 5، درت 5 بيضات، درت كاس حليب وكاس زيت، وهاني خلطت. يعني هذون السوائل نبداو بهم هما الاولين وتبقى يتخلطي. دوكا حنضيف كاس سكر، يعني السكر العادي، وتاني نبقى نخلط. من الاحسن السكر كي ترمي على هاد الخلطه حركي مليح مليح حتى يذوب هذاك السكر. كي يذوب هذاك السكر ضيفي مكون اخر كما انا هكا راني كنت نحرك فيه باه يذوب لي هذاك السكر. وش راح ندير؟ راح راح نرمي فاني، يعني ملعقه صغيره ماشي كبيره. هذه فاني تاع الميزان. علاش ميزان تاعها تجي فيها ريحه تهبل، خير من هذيك اللي نشروها وحدها. انا دائما نشي تاع الميزان. وهنا راني بديت ثاني نخلط كيما تشوفوا. الوصفه هذه سهله صراحه، سهله ما تديش الوقت، هذا الشيء اللي يعجبني فيها. وهكا نبقاو نخلطو. ودوكا واش راح ندير؟ دوكا حنبدا بالسميد، يعني السميد متوسط. نرمو اول كاس هذا، شوفوا راه متوسط. رميت اول كاس وخلطي كيما هاك عادي. يعني قلت لكم المره اللي فاتت اذا راكم شافيين اي حاجه كي نرموها لازم نخلطو مليح مليح. وهنا راح نرمي الكاس الثاني تاع تاني السميد البنات، وتاني نبقى نخلط كيما راكي تشوفي هكا، ونخلطو مليح مليح. صراحة والله وصفة هايلة ناجحة. بنا يعني وش نقول لكم، ما شاء الله.
ودوكا راح نرمي نصف الكأس، يعني انا رميت كاسين وهذا النص سميد متوسط. ونبقى تاني نخلطو هاكا مليح مليح. شتو؟ دوكا واش راح ندير؟ دوكا في هذه المرحله لازم نديرو خميره الحلوى. هذه الخميره نديرو منها زوج، يعني هذه خميره هكا راح تستغربوا بلا تقولوا زوج راها بزاف، نورمال. هذه الوصفه يجو هكا كما نقولوا، يجو زوج هكا كما راكم تشوفوا. هذه اول وحده، ونزيد نضيف الثانيه كيما راكم تشوفوا في الفيديو. هذه والثانيه. شوفوا البنات، راني قلت لكم بصباعي زوج. المهم هنا راكم تشوفوا هكا. وتاني نبقى نخلط الخميره. كي ترميها على هذه الخلطه لازم تخلطيها مليح مليح. فهمتوا البنات؟ لازم تخلطيها مليح مليح هكا. ونبقاو نخلطوا، بقى خلطي 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 حتى هذيك الخميره تذوب. يعني ما تخلينيش هذوك كيما نقولوا هكا. شوفوا دوكا في هذه المرحله راح ندير زوج مغارف نتاع فارينه. هادو زوج البنات يكونوا معمرين مليح. انا درت زوج فقط. وتبقاي تخلطي هكا، تخلطي مليح مليح. علاش نديرو الفارينه في البسبوسه؟ نظرا البسبوسه نخدموها بسميد. كي نديرو الفارينه تخليها طريه، فهمتوا؟ ما تجيناش حرشه، تجي شويه طريه. لو كان ما ديريش فارينه البسبوسه تاعك راح تجي حرشه بزاف، وما تجيش تحسيش الطعم تاعها شباب. فهمتوا؟ شوفوا انا هنايا كي خلطتها، شوفوا كيفاش مخلطه ما شاء الله. خلطتها مليح مليح حتى ذابت هذيك المكونات في بعضها. وشوفوا الخلطه كيفاش جاتني. ودوكا راح نضيف شويه مكسرات، ماشي بزاف، شي ملعقه ولا ملعقه ونص. هذا مكا غير شويه هكا. وخليت شوي من بعد تشوفوا كيفاش نديرولها. هذا شوي مكسرات نبقى نخلط، ندخلهم في الخلطه تاعنا هذه هكا. ندخلوها، نبقى ندير طلع ميم حتى الخميره تدخل مليح مليح. شوفوا شتو كيفاش مخلطه مليح، يعني ما كانش هذيك حرابش ولا لا ما كانش. شوفوا الخلطه كي دايره ما شاء الله. طلعت خلاص واجده، تحتاج فقط تحط في المول. والمول نتاعي البنات نزيد نشرح لكم. المول انا درت له زيت ودرت له سميد نفسه اللي درت به البسبوسه، درتو في المول. يعني المول ما لازمش البنات، به نعطي هذه الملاحظه، ما لازمش ديري فارينه، لازم ديري سميد. علاش؟ به تجي حمراء وتجيك شابه كما راكم تشوفوا. ما يجيش فارينه البنات به ما تلصقش معاكم. انا درت زيت ودرت سميد. وهنا راني كنت نخبط في هذه الخلطه نتاعي كانت واجده خلاص. غير كملت. تشوفوا كيفاش راني ندير، تبعوا معايا خطوه بخطوه، كلش راه موضح في الفيديو. هنايا كي كملت درت الخلطه كامل في المول، نبقى شغل نضرب هكا. شوفوا راني نحرك ونضرب. علاش؟ بهذوك الفقاعات يطلعوا، باه ما يبقاوليش الداخل. وخليتها تطيب. هنا شوفوا البنات الشربات هذه راها مختلفه. فيها فنجان سكر كما راكم تشوفوا، فيها تاني ماء الزهر. انا ماء الزهر راح ندير زوج مقارف، ما راحش نكثر. شوفوا كيفاش راني ندير، غير زوج، ما راحش نكثر بزاف هكا. شفتوا؟ ما كثرتش. من بعد كي درت ماء الزهر ودرت السكر راح نضيف فنجان ماء. شفتوا؟ فنجان ماء. نخلطها شويه مليح ونخليها في النار، يعني دقيقه ولا زوج هو يذوب داك السكر. انت خرجيها. شوفوا انا هنا ذابت هذاك السكر، ذاك ذاب صايي. واش راح ندير؟ راح نضيف العسل. ما شفتوا؟ انا حنضيف العسل. انا العسل هذا تاع المرجان.
عسل هايل. واش راح ندير؟ ما راحش نديرو كامل في هذيك العلبة، لا لا، راح ندير منها اكثر من نصف، وراح نخلي ربع منه في هذيك العلبة. يعني العسل ما راحش نديروه كامل، لا لا. شوفوا انا كيفاش ندير، بغيت هكا نضيف. شوفوا هكا انا نضيفو، نديرو اكثر من نصف، ونخلو في العلبة ربع عسل. شفتوا كيفاش؟ نتمنى اني وضحت اكثر وفهمتوني. يعني راني نحاول نوضح اكثر، يعني قدر ما نقدر. شفتوا البنات؟ هكا نحينا العسيلة. شوفوا انا هنا نوريكم بصبعي، راني خليت قدر الصبع هذا. واش راني ندير؟ يعني خليت هذا اكثر من نصف درتو، وربع خليته. شوفوا، يعني ما درت هكا، راني خليتها، يعني ما درتهاش كامل. فهمتوني؟ ودوكا نخلطوا هذاك العسل زين، يعني نخلطوه مليح مليح في هكا في الشاربات، ونخلوه تاني يغلى، يتغلى هكا دقيقة برك، ونحو من النار. دوكا تشوفوا انا كيفاش رجع لي، يعني الشربات رجعت ما شاء الله. يعني ما تجيش هكا. شوفوا البنات، ها هي عندكم باه تفهموا اكثر واكثر. شوفوا كيفاش رجعت، شفتوا كيفاش رجعت؟ هذه هي الشربات نتاعنا. تحبوا تضيفوا يعني كيما نقولوا قطعه تاع ليمون، ضيفوا عادي. انا راني درت ماء الزهر، يعني الليمون ما راحش نحتاجه. وعندنا ديكور هكا مكسرات والورد كوكو هكا كيما تشوفوا. وهنا راهي طابت صايي، طيبتها من تحت وزدت طيبتها من الفوق. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله، خرجت حمراء طايبه ما شاء الله، سخونه. والشربات تاعي راها بارده. فهمتوا؟ الشربات بارده والبسبوسه سخونه. هذه المرحله تخلي البسبوسه بسرعه تشرب هذيك الشربات. شفتوا كيفاش راني نرمي فيها وهي تشرب تمتم. شوفوا ما شاء الله. شوفوا هكاش هذيك الشربات تاعي كيفاش القوام نتاعها، ماشي عاقده هذيك القوام. شوفوا كي تبقاي تشربي فيها شغل شربي ودوري هذاك المول تاعك، باه هذيك الشربات تمشي على كامل هذوك الجوانب تاع البسبوسه بهذه الطريقه. شوفوا البنات ما شاء الله، طابت هايله صراحه. والله غديريها ضيافك، عندك سهرات ديريها حتحمر لك وجهك. هكا البنات شفتوا، ونبقى نحرك في المول ونشرب لها هذاك العسل هكا كيما هاك ما شاء الله. هكا باه تشرب كامل، ماشي تبقى جهة شاربة وجهة ناشفة. هنا عارفيها باللي كاين خلل، لازم تعرفي حاجة واللي هي الشربات تاعك لازم تمشي على كامل البسبوسة. شوفوا كيما هاك انا راني نشرب فيها، راني مشيتها على كامل الجوانب. وهنا شتو العسيلة درتها كامل، ما خليت منها والو. يعني الوصفة تكون مضبوطة، مقادير مضبوطين راح تنجح، ما كاش كيفاش. والتزيين انا هنايا درت هذا الورد كوكو هذا. شوفوا نوضح حاجة، البنات كل واحدة تدير التزيين يلي هي تحبه. يعني ما ديريش كيما انا، كل واحدة كيفاش تحب. بالك ذوق تاعك انتي ماشي كي ذوقي انا، بالك ذوقي راح يعجبك ما نعباليش. المهم الديكور هذا يعتمد عليكم نتوما. كاينه اللي ما تحبش هذا ورد كوكو ما كان له ديريه، ديري حاجه خلاف. كاينه اللي تحبه تقدر ديريه نورمال وهايل. انا عجبني صراحه كيما هاك درتها على زوج باه هكا عائلتي كي ياكلوا منها. كاين اللي ما يحبش ورد كوكو وكاين اللي ما يحبش المكسرات. فهمتوا؟ على بها درت النص بالنصف. وانتم شوفوا لحساب العائله نتاعك واش يحبوا. فهمتوا البنات؟ وهنا راني كنت نزين فيها، خرجت ما شاء الله طايبه مليح من تحت، طيبتها من الفوق مليح مليح. هكا جاتني حمراء ما شاء الله كيما شفتوا في الفيديو. راني موضحت لكم خطوه بخطوه، راني ما خبيت عليكم والو،
كلش راه في الفيديو، وراني حاولت نشرح. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، ان شاء الله تكون عجبتكم. صراحة جربوها وعينك مغمضة لانه وصفة ناجحة. فهمتوني البنات؟ هنا شوفوا، هداك الورد كوكو درتو كامل، ماشي بزاف. والهكا، وهذا الشق الثاني اللي راه فارغ راح ندير فيه المكسرات، واللي هي كاوكاو واللوز، راه مخلط مع الخلطة. ودرتو تاني فوق هكا درتو فوق، يعني فوقها، باه الديكور تاعها يكون شباب. شوفوا هنايا راني درتها نص بالنصف. كما قلت، كاين اللي ما يحبش المكسرات، كاين اللي ما يحبش ورد كوكو، يعني كل واحد والذوق تاعو. وإحنا نحاولوا يعني نديروا لكل واحد على حسب القسط تاعو. شوفوا البنات، انا هنا راني كملت، بقات لي جزء خفيف وصاي. شوفوا كيفاش دايره، ما شاء الله، كيفاش معسله، كيفاش شاربه العسل. وهنا كانت هكا لقيت شويه فراغ، زدت رتبته بيدي، هكا رتبته بيدي غير بشوي. شوفوا ما شاء الله، شربت ثمثم هذيك الشربات، ما بقاتش من الفوق ولا. شوفوها راني حاطه صبعي نورمال، يعني شربت. شفتوا كيفاش؟ ما شاء الله. شوف، تحطيها لضيافك والله غير تحمر لك وجهك، يعني ما تحشميش خلاص، ماشي وصفة وخلاص وهكا، نو، راح تحمر لك صح وجهك. وهنا حطيت اخر لمسة، هادوك الحبات تاع اللوز، وتعطي لي منظر شباب. وش نقول لكم البنات، ما تنساوش الاشتراك في القناة، هكا كامل نكونوا مع بعضنا. وشوفوا كيفاش قطعتها، ما شاء الله، كيفاش جات تهبل، جات حمراء شاربة هذاك العسيلة، ما شاء الله، حاجة تحمر الوجه. ديريها لضيافك وما راحش تحشمي، وادعي لي والله راح تحمر لك وجهك. في الاخير ما تنساوش الاشتراك في القناة، ديروا تفعيل الجرس هكا، اول ما ننزل الفيديو تكونوا على بالكم وتشوفوا. تهلاو في رواحكم وبقاو على خير.